بما ان الكيلو منها بقى عندي فتعالوا نعملها في البيت. معايا هنا حوالي كوبايه صغيره من السمسم، يعني كوبايه الا. فانا دورت وان شاء الله نلاقي شويه كمان. هحط على قد كميه السمسم نصها دقيق، يعني لو معايا معلقتين سمسم هحط معلقه دقيق، معايا كوبايه سمسم هحط نص كوبايه دقيق، هحط عليها ربع معلقه ملح ورشه من السكر. تمام كده. لقينا شويه سمسم تاني حوالي نص كوبايه، يبقى كده معايا كوبايه سمسم كبيره. حطيت عليهم نص كميه دقيق وهديهم بقى ايه تحميره كده على النار. تمام. معايا اللي لقيته معلقه فول سوداني اهي، حوالي معلقه صغيره فول سوداني انا احطها كله مع بعضه كده في طاسه واحده يتحمر. هقول لك على التركايه، وما تستعجليش وما تسرعيش وتحطيهم لي بعد ما يتحمروا على الزيت في الخلاط، لا مش هتطلع معاكي ناعمه. ده كل اللي عملوها جيت عملتها باظت. فانا بقى بقول لك النتيجه، انت حطيهم في كبه الخلاط يطحنوا كويس وينعموا زي الدقيق يبقوا بودر، وبعدين حطيهم في شفشق الخلاط. تمام كده. انا طحنت الكميه، حطيت معاها الدقيق وسخنين، حطيتهم في الخلاط كل اللي بيلزق دوت، عشان طبعا معرقه عشان سخنه. هجيب شفشق الخلاط بتاعي هحط حوالي نص كوبايه زيت اي نوع، مش هقول لك نوع. تمام كده. عايزه تستغني عن فول التركيه المهمه اللي مش هتخليها تصيص معاكي، ان انت تضربي الزيت الاول. اضربي الزيت الاول قبل ما تحطي الملح ورشه السكر. اضربي الزيت الاول كويس جدا، وهقول لك على المكون السحري اللي مش هيخليها تصفى معاكي، زي ما رشتي رشه سكر رشه الكمون. رشه البودر دي الرشه السحريه، انا بسميها الرشه السحريه، هتخلي لك الطحينه ما تسقطش والزيت يبقى من فوق مهما تقعد عندك في الثلاجه. تقدري تحطيها في الثلاجه، تقدري تحطيها في الفريزر زي ما انت عايزه، بس هي في الثلاجه هي ما بتبص بالطريقه دي. شايفين؟ عايزه تقليها قللي كميه الزيت اللي حطيتيها في الخلاط، بس اهم حاجه تضربي الزيت الاول مع نفسه. تمام. انا عندي هنا الخلاط هاخد منها شويه. شايفين الطحينه؟ لو عايزه تقليها اكتر من كده حطيها. هعمل شويه طحينه عامله فرخه مشويه، عامله كفته، تقدري تعمليها. انا عايزه شويه طحينه هحط عليها نص قرن فلفل سبايسي، ربع حته صغيره عشان ما تبقاش حراقه، وفص واحد توم صغير. تمام. هضربهم في الخلاط. شايفين لما ضربتها في الخلاط لان فيها دقيق تخمد. تقدري تستغني عن خطوه معلقه الفول السوداني، بس هي بتديها طعم حلو وريحتها هتشميها وانت بتعمليها. هنا حطي ميه تكون سخنه، هتجيبي الخلاط. هقول لك هتحطي كميه طحينه تحت، خايفه تحطيها تقدري تضربي بايدك بمضرب في ايدك، بس انا بستسهل. هحط هنا شويه خل ورشه ملح ليمون. تمام كده. وتعالي بقى خشي على التوابل اللي هتحطيها لسلطه الطحينه بتاعه المشويات. هنا عايزه تضربي علبه زبادي معاها، هتدعميها وتخلي القوام بتاعها وطعمها احلى. ما عندكيش زي كده هتحطي ايه توابل ملح وفلفل اسمر، رشه سكر، رشه بسيطه، ورشه شطه. تمام. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش لايك وتابع اشتراك شويه سيدي كده، شغلي على قد ما تقدري. بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى ينال اعجاب حضراتكم. بصي بقى الطحينه حطيها بقى في بوله في حاجه خطيره، هي كده سخنه، كل ما تبرد هتبقى معاكي تقيله طحينه من غير عيش ومن غير اي حاجه. تقولي لي دقيق، تقدري تقللي كميه الدقيق براحتك، تقدري تحطي على الكميه كلها معلقه دقيق، تقدري ما تحطيش خالص. اتمنى الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. سلام.